داون تاون، شايفين هذا المنظر؟ عمارات وبنايات وناطحات السحاب اللي يشوفوها بالأفلام والمسلسلات مثل نيويورك ودبي. هذا المكان اللي بمجموعة البنايات يسموه داون تاون. الداون تاون تعني وسط المدينة أو قلب المدينة. اليوم راح نستكشف داون تاون مدينة كيسيمي ولاية فلوريدا. زيوماتي هلا وهلاوات وشوية بعد هلاوات، رجعت وياكم بفلوج الداون تاونات. ياي! واحنا دا نسوق بالسيارة ندور على مكان نوقف بيه جذب انتباهنا الرسومات اللي موجودة على جدران البنايات. ها أكرم، شنو الخطة؟ الخطة هي نسوي جولة استكشافية نشوف بها كل الرسومات ونوقف قدام رسمة ونظل صافنين عليها، مثل هذول بالارت جاليري، المعرض الفني اذا شايفتهم يوقف قدام اللوحة هيك ساعة يظل بس صافن عليها. اقول لك صدق هذول ليش هيك يوقفون ويصفنون على الرسومات؟ انت سألتيني واني راح اجاوبك. يلا جاوب. يقول لك الدراسات والابحاث العلمية تقول بسنة 93 طارش رحت للبصرة. لا، النظر الى اللوحات الفنية يفرز مادة الدوبامين اللي هي مسؤولة عن الشعور بالسعادة وشعور بالهدوء والرفاهية، وعليه نروح هسه ندور على هذه اللوحات حتى نرفه نفسنا بالنظر إلها ونرفهكم انتم همين والكل تترفه. يلا تعالوا يعني نستكشف داون تاون مدينة. اللوحة الأولى ألوانها روعة، اللون البرتقالي محتل الرسمة، وطبعا ألوان هذا الرسمة ألوان خريفية. ومثل ما تلاحظون هذه الرسمة متكونة من 3 ألوان فقط، اللون الأسود، البرتقالي ومشتقاته، والأزرق ومشتقاته. طبعا الأسود هنا جاي يمثل الظل. قول لا طبعا شعبالش لعاد. من يقدر يعرف هذا غروب لو شروق؟ الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، صار نشيد وطني يا سكراب قلبي. شنو دا اشوفه قدامي؟ منشار، كرك، مروحة، وواحد يسأل على الدرج. انت شنو دا تشوف؟ اللي دا اشوفه هنا قلب وبداخله عدد، القلب يرمز للحب والعدد ترمز للعمل، اذا هذا معناته حب العمل. صحيح لو غلطان؟ اي والله صح. عمي وينك ومنك؟ خرب عرضي من اتمعن بالفن. لا يا خوف علينا يا بيكاسو. وطبعا هذا النوع من الفن يسموه الجانك ارت او فن الخردة، يعني بين قوسين يجيبون سكراب، حديد، غراض زايدة يجمعوهن ويطلعون من عندهم فد شكل معين يرمز الشغلة معينة. مثل هذا الشكل قدامكم شكلي على شكل واحد يعزف جيتار من سيامة واسلاك. وطبعا هذا العمل يسموه الدريم كاتشر بالانجليزي، يعني بالعربي ماسكة الاحلام او صائدة الاحلام، اسطورة من اساطير الهنود الحمر، على اساس هذه القطعة تحقق احلامك اذا تخليها قدامك، اي حلم تفكر به تروب قبل يتحقق. اسطورة من اساطير الهنود الحمر والكلاوات مالتهم تعرفون، وياهم اكثر القشامر اللي امنون ويصدقون بهيك سوالف. وهاي البمات مال بنزين ايام قبل هيك كانت. وهذا البام مال هواء نظام قديم ينفخون به تايرات السيارة. شوف شلونه هذا. وهاي يفروها شنو فائدتها؟ من يعرف شنو فائدتها؟ شوف شلون وهاي تنفخ تايرات. وهسه نكمل مشي حتى نستكشف المدينة. أسد الجبال يم أشجار جوز الهند. واو حلوة. الرسمة الثالثة للفلوج. هذه رسمة الكاوبوي الأمريكي، يعني رعاة البقر. هاك شوفوا كاو تاون، وطبعا كاو بالكي ها مو بالسي. هذا هو الفنان اللي مشتغل هذه الرسمة، اوسيولا ارتس. طبعا اوسيولا هي المقاطعة اللي احنا عايشين بيها. واكثر شي يشوفوه بفلوريدا اشجار النخيل وكثرة انواعها. وهذا النوع من النخل القصير يعتبر نخل زينة ويعطي جمالية للمكان. شوفوا ايش قد حلو. اما هاي ما يحتاج احكي عنها، انتو تشوفوها هاي قدامكم. شوفوا الجمال.
وهسه عرفنا نظافة البنايات. شوفوا شلون يغسلوها، هاي قدامكم. ما يراد لها شي، رافعة وفارة مال مي وبخ. الله، شوف وين وصلنا، يا مكاني المفضل السوشي بار. من منكم يعشق السوشي؟ انا اول وحده. كارينيو كافيه. طبعا كارينيو بالاسباني معناتها عزيزي او حبيبي بالعربي. يعني هسه احنا قدام مقهى عزيزي. بالضبط، واقفين قدام مقهى عزيزي. طبعا مثل ما تشوفون هنا دا ينزلون هذه الشمسيات، لانه هذه الشمسيات قديمه والوانها رايحه، فراح يجيبون شمسيات جديده وينزلوها. طبعا فكره حلوه من صاحب المحل، باوع على هذا الفراغ بين البنايتين، يعني بين المقهى مالته والحائط المقابلها. قال لك ليش اتركها هيجي فارغه؟ خلي اترسها بشمسيات والوان واضيف فيكه جديده للمحل تجذب الزباين للمحل. مو بس هاي، هسه راح نفوتكم جوا بداخل المحل وشوفوا الديكور جوا، نفس الشمسيات مصغر من عندها مسويها ديكور داخل المحل. الهدوء والاسترخاء. هو هذا التصميم المصغر من فكرة الشمسيات الباروم، خليها ديكور داخل الكافيه. طبعا فكرة لطيفة. هواية تفاصيل حلوة ضايفها صاحب المقهى. هسه مثل ما تشوفين هذا الكابينة مال التليفون، شنو اجى براسه؟ شنو الفكرة اللي كانت براسه؟ هو ديكور المكان كله غريب، حتى التايرات مال بايسكلات تخلي لك بالسقف اذا لاحظت. طبعا مدينة كسمي مهتمة بكل التفاصيل، حتى السيارة مال نفايات إذا تلاحظون عليها رسمة، قال لك ليش نترك هذا الفراغ مال البودي مال السيارة نرسم عليه ونعطي جمالية للسيارة وهي تمشي بالشارع. جد حلوة العصرونية هنا، تطلع البلكونة ويا جلات شاي وماعون مال كعب، تتفرج على الناس بالسيارات رايحة جاية. تختصر عليك التبديلة والطلعتها قاعدة مكانك والناس تجي يمك. البناية موقعها حلو. هي صايرة هيك ركن بوحدها، ركن وبالنص، ماكو بنايات قدامها أو وراها أو بصفها. لاحظ عزيزي الكريم الديكورات حتى بالشارع. تعالوا خلينا نشوف اكو ربط بين البنايات والديكور. حتى جودي تسأل ليش خلين حصان هنا. شوغا ماما with شوغا بيبي. الشكر معروف عنه حلو، بس بنفس الوقت يكون صلب مثل الصخر. هذه هي العلاقة بين الأم وبنها. يعني المفروض هسه هذا التمثال يترجم هذه القفشة. رسمة جدارية رابعة بألوان خريفية، بس شوفوا الألوان شلون حلوة، واللون الأصفر. بوتشيتو معناها باللغة الإسبانية كوب قهوة صغير. بوتشيتو باللهجة الكوبية من دولة كوبا، يعني تعتبر من كلمات الشارع. يرادلنا جايين نجرب القهوة مالتهم. يعني الحقيقة غير الرسام أبدع بهذه المدينة. هاي الرسمة تشرح لك نشاطات المدينة. أشوفهم برتقال، صيد سمك، سيارات كلاسيكية. الله عجبوني هذن الألوان، السماء والبرتقالي. سووا لي وهس أسوي أظافير بنفس الألوان. وطبعا أحلى شي عندي المحلات واجهتها على الشارع، وهذني هنا همينه صناديق البريد مال المحلات. رسومات يا رسومات. هاي الرسمة السابعة لهذا الفلوج.
بنات اللي تريد تعرس، هذا محل مع البدلات هنا واني بالخدمة. شوفوا هاي البدلة الخضراء تشبه بدلة المهر مالتي، نفس اللون. شوف حتى الديند ما سلمت منهم، عليها رسومات ولوحات، مدينة فنية مو بديهم. هواية أعمال فنية بهاي المدينة. شوفوا هذا تمثال وحدة لابسة بدلة عرس منسقين ويا المحل مال البدلات. ماكو أحلى من القعدة البرا. وهاي الرسمة السارسة من السابعة بالفلوج. أوه ماي جاد، شكلها كلش حلو، يعني صدق مبهرة. هاي البناية بيها تفاصيل كلش حلوة، البالكونات مالتها والشغلات، تصميمها عجبني، خاصة هاي المدخل. ايه نازل يا قطار الشوق، نازل هاي ديرتنا، فوق من المحطة فوق، هناك تصير قعدتنا. ابو شوق، عيني ام شوق. هذا القطار مال نقل بضائع مو مال نقل ناس. كل شي يرهم، المهم قطار سكة. اي يابا، شوف هنا عندنا احمر اصفر، هذا اللون بيجي، شوف كل بناية لها لون شكل. خير من الله رسومات، ترى لك اسبوع تصفون بهن، هواية كلش رهيب يعني. انظر، وهاي اللوحة 11 سمشات 2 دا يعبر عن الهوريكين. هاي اللوحة رقم 12 هي هاي السياحة. هسه احنا نعتبر سياح بمدينتنا، واغلب الناس تجي لفلوريدا لان هي منطقة سياحية او ولاية سياحية. كل سائح يجي يسوي اكثر من هيجي، السائح يفتر يستكشف كل المكانات. وهو هذا اللي احنا نسوي، نسيح بالشوارع مال مدينتنا. انتوا هم سيحوا بشوارع مدينتكم، كل من يطلع ويفتر ويسيح بشوارع مدينته. الله، مونيومنت اوف ستيت يعني نصب الولايات. نصب يعني مونيومنت. ما نمت نص الليل سهران افكر. الله نصب الولايات يعتبر هذا النصب رمز يعبر عن وحدة الشعب الأمريكي اللي للأسف شعبنا يفتقر إلى وما يعرف هذا المعنى أبد. هذا النصب انبنى بعد الهجوم الياباني على ميناء اللؤلؤة أو البيرل هاربر. طبعا هذا النصب بنوه ناس مواطنين من فلوريدا من جيبهم، يعني يعتبر عمل تطوعي، لموا الأحجار والصخور من كل الولايات وجمعوها بهذا الشكل. وهذا راح يكون آخر عمل فني نصوره بهذا الفلوج. اي والله صدق تعبنا هواية مشينا. ايش قد بيها اعمال فنية ورسومات هاي المدينة يا الهي. شنو احلى رسمة شفتوها اليوم بكل اللوحات هذني؟ كتبوا لي جوا بالتعليقات. نشوفكم بفلوج ثاني وداون تاون جديد. باي باي.